اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لاغلى لاب اشتريته في حياتي، والفيديو ده هيكون للتوثيق وكمان عشان اشارك تجربتي معكم، واخر حاجه طبعا للتامين عشان لو في حاجه كده ولا كده. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا الفيديو. هنجد مكتوب على العلبه: يرجى عدم استلام الشحنه اذا كان شريط الامان تالفا او مفقودا، او اذا كانت العلبه مفتوحه، واذا اظهر شريط الامان اي علامات تدل على التلاعب فيرجى عدم استلام الطرد. فانا لاحظت شويه حاجات حابب اشاركها معكم. هنجد هنا في لاصق الامان، والناحيه دي نبص الناحيه التانية الاول هنجد ان هو مفتوح. شايفين حد فتحه قبل ما يوصل لي المنتج او الشحنه. هنجد هنا برضو الشريط، مش عارف واضح ولا لا، هنا مقطوع برضو ومحطوط عليه لزجه. هنا هنجد هنا الجزء الخاص هنا مفتوح، وهنا مكانه ملصقين للساج عادي، وهنا مفتوح للساج عادي، هنا ده مفتوح برضو ملصقين للساج عادي. فانا عشان كده ده يمكن من اهم اسباب ان انا حابب اوثق فتح العلبة عشان لو في حاجة كده ولا كده. المهم يلا نفتح العلبة.